مناهضة العنف ضد المرأة. تعاني المرأة وعلى مختلف ثقافاتها وقوميتها وعقائد من اضطهاد وعنف في المجتمعات التي تعيش فيها، فيما تشهد النساء في بعض المجتمعات المتخلفة طمس لهويتها وإخفاء لرأيها بما يرضي الذهنية الرأسمالية الدكتاتورية. هذا وعانت المرأة اليزيدية على مر التاريخ عنفا لا مثيل له، لم يكن نتيجة المجتمع التي عاشت وتربت فيه، فعلى العكس يعطى المجتمع اليزيدي المرأة الكثير من حقوقها، إضافة لفتح آفاق كبيرة من التقدم أمامها. ولا ينسى أن امرأة يزيدية تسلمت إدارة شؤون اليزيديين لفترة من الزمن إلا وهي الأميرة ميان خاتون. كانت المرأة اليزيدية على مر التاريخ ضحية الأولى للفرمانات والمجازر التي حصلت بحق اليزيديين، شعب مسالم، وتعرضت للقتل والخطف وممارسة أبشع الجرائم بحقها. كانت آخر هذه المآسي مجزرة الشنغال عام 2014، وكانت نتيجة هذه الفرمان اختطاف 5000 امرأة يزيدية وقتل العشرات منهن واغتصاب ما يقارب 200 امرأة وحرق 19 في قفص في الموصل. وبعدها أدركت المرأة اليزيدية أن تنظم نفسها كي تأخذ بثأر النساء الشنغاليات، وشكلت قوة خاصة بها، قوات حماية المرأة في شنغال يجشي، وهذه القوة أخذت على عاتقها هؤلاء النساء. وخلال الحملات العسكرية التي حصلت في روجافا وشنغال ومحاربة داعش من قبل قواتنا العسكرية، وخاصة حملة رقة ودير الزور، تم تحرير ما يقارب 1500 امرأة من قبل قوات قسد. كما وتعاني المرأة في شمال وشرق سوريا وبمختلف ثقافاتها ومعتقداتها من عنف وجرائم بحقها بعد هجمات الاحتلال التركي على المنطقة، وقبلهم المرتزقة داعش الذين استعبدوا النساء. في شمال وشرق سوريا كانت حادثة شهادة السياسية هافريل خلف وقتلها على يد مرتزقة جيش الاحتلال التركي بطريقة وحشية بعيدة عن كافة الأعراف والأخلاق الإنسانية، وصمة عار على جبين كافة دول العالم وعموم المجتمع الدولي. فهذه الجريمة مثلت الوجه الحقيقي للاحتلال التركي، وهدفه في استهداف إرادة المرأة الحرة الوطنية المطالبة بحقوق بحقوق جميع النساء في العالم. كما كانت كذلك الأم عقيدة، الأم الصلبة صاحبة الإنسانية العالية التي أرادت أن تصل بشعبها وبعملها الاجتماعي إلى مستويات عالية من حياة الحرة الكريمة، وأرادت أن تتحدى الاحتلال في هجماتها على شمال وشرق سوريا لتستشهد في سبيل جرائم مرتزقة احتلال التركي استمرت بحق المرأة الحرة المناضلة. فكانت حادثة التمثيل بجثة المقاتلة في وحدات حماية المرأة آمارة بعد وصولها إلى المرتبة الشهادة، وهي تدافع عن أرضها وشعبها وبإرادتها الحرة ضمن مقاومة الكرامة. الرسالة الواضحة من الاحتلال التركي إن أرادت المرأة هي الهدف الأساسي لهم، بعد أن هزمت سواعد مقاتلات وحدات حماية المرأة مرتزقة داعش في عقر دارهم. لذا ونحن كنساء البيت اليزيدي وكنساء يزيديات ندين ونستنكر العنف والجرائم الممارسة بحق المرأة الحرة في خضم جميع الانتهاكات التي ينفذها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بحق النساء، ونطالب المنظمات الإنسانية ومنظمات المرأة إبداء مواقف واضحة أزاء الجرائم، وندعو إلى إيقاف الاضطهاد الممارس بحق المرأة في عموم العالم. نساء البيت اليزيدي في إقليم الجزيرة. باورین خدا راستی ظلم زورداری و شدت لسر جواکن کل دیجیته لهن جواکن پاشکتی جن دبن شهده وندابونا ناسنامه و نرینن خوا اف یک جیز رازیبونا دی دیکتاتوریا پشمندیه کاپیلیستا دیرو که دا جنا ایزدی راستی تندیا به هم بهاتیا لی اف نه انجام جواکه کوته دا دیجی و مزن بویا بروواجی وی که جواکا ایزدی گلک ما فند دا جنان وکی دن جبو پیشکتنا امکانیان پر مزن لپیشی آوی ودکا ناین جبیر کرن کوجینا کا ایزدی دما کاری فبریا کاروبارین ایزدیین ورگرد او جی میان خاتونا دیرو که دا جنا ایزدی بونا قربانیین یکمین این فرمانا او کومیتین کل دیجی گلی آشیتیان یه ایزدیان پیک هاتن کشتن راوندن و سوجن هری خراب ده حقی وان ده هاتن پیک آنی تراژدیا داوی کمکوژیا شنگال یا 2014 ده بو انجام وی فرمانه رواندنا 5000 جنن ایزیدی بو کشتنا به دهان جیوان
دەستدرێژیە دەسەد ژنên û şewtandina 19 jina dê qefesê de lê Mûsilê. Piştî vê yekê jina Êzidî têk hişt ku divê ew bi xwe birêxistin bike. Ji bo tola jinê şingal hil de hêza xwe ya taybet ava kir. Hêzên parastina jin lê şingalê Yejeşê vê hêzê berpirsiyariyên van jinan girt ser milê xwe. Di dema hemleya leşkerê de ku lê Rojava û şingalê qewmî û dê şerê lê dijî Daişê de ji hêla hêzên meva bi taybetî hemleya Riqa û Dêrizorê nêzînkî 1500 jinî ji aliyê hêzên Qesedê ve hatin rizgar kirin. Jinên li Bakur û Rojhilatê Sûriya yên diçand û baweriyên cuda piştî êrişên dagirkeriya Tirk ên li ser herêma rastî, tundî û tewandî li dijî wan tên. Beriya wan lê jî ji çeteyên Daîş û jinên her tiştî dûr xistibûn. Li Bakur û Rojhilatên Sûriyayê bûyerên şehdeta siyasetmedar hevrîn xelef û kuştiyên wan bi destê çeteyên dagirkeriya Tirk ve bê rengekî hovane dûrî hemû norm û pîvanê ixlaqî mirovî şermekî li ser eniya hemû welatên cîhanê û tevahiyên civakê navnetewî. Ev sûc rûyê rastiyên dagirkeriya Tirk û armanca wê dê hedefkirina vîna jina azad û netewên da ya ku daxwaza mafê hemû jinên lê cîhanê dike nîşana dide. Her wiha dayîka eqîde ew dayîka bê hêz a ku dixwest gel û xebata xwe ya civakî bîne asteka bilind û jiyaneka azad bi rêk û pêk dixwest ku li hemberî êrişên dagirkeriya yên li ser Bakur û Rojhilatê Sûriyayê pêk bîne ji ber vê yekê canê kiriya qurbanî. Sûcên çeteyên dagirkeriya Tirk yên lê dijî jina azad û berxwedêra berdewam kir. Bûyerên pîlîstina bedena şervanên jê yekîniyên parastina jinên de aram piştî gihîştina asta şehadetê ya ku parastina ax û gelê xwe dikir. Bê vîna xwe ya azad û berxwedana rûmetê peyama zelal dagirkeriya Tirk ev ku jina armancê wan bigihîne piştî ku şervanên yekîniyên parastina jin çeteyên Daişê pêk anîn. Ji ber vê yekê em weke jinên mala Êzidiya weke jinên Êzidî em şiddetê û sûcên lê dijî jina azad şermezar dikin û di nava hemû binpêkirinên ku ji hêla artêşa dagirkeriya Tirkiyê ve çeteyên bê ser van lê dijî jinên hatine kirin em deng lê rêxistina mirovî û yên jinan dikin û helwestên zelal lê hemberî van sûcan nîşan didin em bang dikin ku dawî lê zilim û ku dê der heqê jinê de pêk bînin werên anî jinên mala Êzidiyan li herêma Cezîrê. Jin jiyan azadî! Jin jiyan azadî! Jin jiyan azadî!